طبعا الموضوع هو مشروع قانون قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي الذي تم قراءته القراءة الأولى. لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أعدت التقرير اللازم للقراءة الثانية التي من المؤمل أن يقرأ في الجلسات القادمة لمجلس النواب. وفي القراءة الثانية ستجري مناقشات ويكون القانون مهيئا للتصويت عليه في الجلسة الثالثة الأخيرة، ويعتبر قانون مشرع لهيئة الحشد الشعبي يتضمن طريقة التطوع، العلاوات والترفيع والرتب وحقوق الشهداء، حقوق الجرحى، التقاعد، وكثير من الأمور المرتبطة. أكثر من 80 مادة قانونية ضمن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتم إقراره، وبذلك تكون هذه الهيئة وهذه القوة القتالية قوة رسمية أصولية لها قانونها الرسمي أسوة بمقاتلي ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. وهذا أبسط ما يمكن أن نقدمه لمجاهدي الحشد الشعبي.